انكم تطلعوا الترند ونرفد ميكروفون ونقول للناس وراح تسمعوا بلادكم كاع هي خاصها الرقيه. يعني خلصونا وديروا لنا الرقيه حتى اذا ما كانش زعما يخلصوه او شيء من هذا القبيل. فواش نقولوا على تجهيل المجتمع؟ زعما حنا شغل من كثرة الجهل اللي انا عايشينه نعاود نزيدو يجي وقت اخر كيما هكا يعاود يزيد في هذا الجهل وسع اكثر. نقول لكم ولايه كامل هكا خصها رقيه، الناس هكا توخ واي واي واي. وكاين اللي امنوا زعما على بالي بلي غادي كي نقول هكا هضره غادي الناس بزاف يجيو يكذبوني ويردوني انا الكافر والكاذب. بصح نساو بلي هذا الانسان هكا كياك شغل هكا ابو مسيلمه الكذاب وهاد الجماعه اللي بداو وقت الرسول كيما هكا بداو. كان يخرج هكا يخرج في قافله تاع قريش يقول لهم انا نبي جديد وهكا صوالح. الناس يأمنوه. كان اللي زعما حتى من بعد ما يأمنوش يقولوا واه صح هذا كان هذا بالك كان نبي ولا حاجه كيما هكا. فحبسوا بركا ما تأمنوا هاد الصوالح. راقي ولا حاجه روح ترقي روحك قرا شويه قران على روحك وصاي. يخرجوا الجن زعما غادي واش ولا حاجه. انا في هاري بوتر حنا زعما ولا تفرجوا سوبر ناتورال بزاف زعما باش تأمنوا هكا صوالح. تفرجوا افلام تاع الخوف تعرفوا بلي كاع هادشي غتقول. قرأوا الكتب تاع مش عارف واش طقفوا شويه. كاين بزاف كتب تاع دين يبينوا باللي زعما هاد الجن وهاد الصوالح عالم مخدخر. عالم حنا عايشين هنا هذا العالم تاعهم هما سبا حاجه كبيره ولا حاجه اللي زعما هما غادي هكا يبغوا يغلبونا. راهم يديروا اختراعات ويحاولوا يحكموا العالم وحنايا زعما هكا شغلنا تحت الاراده نتاعهم تحت السلطه نتاعهم. يقول هكا بينك وبين راسك زعما لو كان زعما ربي عطاه قوه كاع هي غير للجن وما عطاها لناش حنا سما حنايا واش علاه ربي خلقنا في الاساس على خلقنا. اذا بغى يدير كاع كيما هكا يخلي الجن هما الاقوى منا ومش عارف واش وما غير ايه وحده وصاي. اي بلاصه تدخل حاشاكم يعني حاشا السامعين زعما تدخل بيت الخلاء ولا المرحاض تدخل تستحم الحمام قول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث صاي تدخل باش تطمئن الروح تاعك. بغيت ترقد قلت بسم الله. تاكل حاجه قلت بسم الله صاي كانت ما حاجه سامبل زعما حاجه بسيطه. شي واحد هكا يقول لك بلي نتايا خاصك رقيه. خاصني رقيه. تروح هذا تاع الرقات تلقاه هو يسكن في جبل هكا في السماء ولا مش عارف وين يسكن هكا. واللواطه هاك غير اللواطه الغاليين زعما مش نقولوا غير الناس المساكين والفقراء وكاع. تلقى غير كاش هذه باسكو الجهل ما فيش غني وفقير. تلقى الجهل عند كاع الناس. تلقى هكا الناس كاع هكا يستناو باش هو يجي يرقيهم. والنهار تاع الرجال والنهار تاع النساء وهكا وتدخل عنده زعما هكا يحطاس هكا عليك زعما يقرا عليك. 2024 مازلتوا تأمنوا بهاد الصوالح؟ مازلتوا تأمنوا؟ الناس دروك راهي تطلع في السماء. الناس راهي في الذكاء الاصطناعي الذكاء مش عارف واش. جي القرآن هو هكا يجي واحد هكا مش عارف حتى متوضي ولا ماشي متوضي هكا يدير عدة على راسه ويغادي يقرا. مش كان بكري كاع كانت هكا يحط يده على راسك ويقرا عليك. هذه كاع نقولوا بالك شويه بالك عامل نفسي زعما كي واحد هكا يتوشيك غادي تحس هكا بالاطمئنان باسكو نفسيا هكا كي واحد يتوشيك ولا يبغي يهتم بك تحس بديك الراحه. دروك ماء مقري زيت مقري زيت الرش هكا كي الموبيل هكا زعما هذيك الجنيه غادي تنحرك تفكر هذاك دين والصام هذاك تاع سوبر ناتورال. هادو باينه بلي تفرجوا متاكد بلي تفرجوا كاع 14 جزء هكا تفرجوا بالك هكا هو وياه هكا كيقتلوا الجن هكا بالملح بالصليب مش عارف واش يقرأ عليهم هكا شويه وعود وزيت وخل مش عارف كذوب هذا. انا بعدا نقول لكم بلي حاجه. انا بعدا واحد من الكتاب زعما نكتب روايات وهكا صوالح على بالي بلي هاد الامور زعما نقدر انا نخترعها. علاه اقتنعت بلي هاد الامور هي الناس تكتب باسكو انت ككاتب مثلا ولا روائي تعرف روحك بلي تقدر تخترع قصه اسطوريه كما الاساطير اللي نسمعوهم دروك. نقدر انا نخترع اسطوره من راسي. نقدر كيفاش نخدمها نجيب العادات والتقاليد نجيب الافكار نجيب قصه تاع واحد مهم زعما باش تخدم العبره وهذاك الصوالح
تولي قصة، تولي أسطورة والناس تأمنها. ممكن بعد 100 عام يجي واحد هكا يقرا كتاب تاعي يقول يا واه هذه صح، هذه كامنة، هذه كامنة، ويأمنها. من بعد هو يحاول ينشرها ويحاول يدير قبيلة تاع الناس باش يأمنوا به، وهكا هكا هي رايحة من حتى توصل 1000 سنة. تولي الناس تأمن بلي كاين العنقاء، تأمن بلي كاين، رغم هما زعما شغل تكون فتيل ما بين الحقيقة والخيال. هذا مكان تطلع هاد الأكاذيب، تطلع الخزعبلات. جاك هكا سيد يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي، خرج لها كاع مسكونة هكا سكنوها الجن هكا، جاو احتلوها، جاو سكنوا فيها. شافونا انا عايشين والله هكا، يجي هكا انسان يجي يكتب على العباد. ايام بعد عاود لقى كاع الجزائر زعما سما هذه خنش لا، سما هذه خنش لا، ما فيها لا جامع، ما فيها لا ضريح، مش عارف واش، ما فيهاش الناس هكا يقرأوا القرآن، ما فيهاش كاع هاد الصوالح، ما فيهاش. مسكونه هكا. هو مش عارف شكون كاع هادو اللي كانوا يتوهوا اصلا. نقولوا حاجه، انا كي سمعت التواق، كاين التواق تاع الشيرات هكا تاع النساء كيتوه، انت واش داك هكا البلاصه فيها اختلاط، كي تقولوا ياك اسلام مش عارف كيفاش هكا بلاصه هكا مخلطه فيها نساء ورجال، وانت هكا تسمع يا القران هما يتوهوا. وين كنت؟ شوف فيا هكا وقول لي وين كنتوا؟ قال هكا خدموا عقلكم باش تعرفوا باللي الناس تقدر تكذب عليكم، نتوما هكا حالين فهمكم وتزيدوا تامنوا. واي واحد هكا يسمي روحه ابنه كاش واحد، انا هكا نجي نسمي روحي انا محي الدين، بصح نروح نفتح كاش كتاب هكا قديم، نتفكر ابنه مش عارف واش، نجيب هكا ابنه لخبوط، ابنه بهبوط، وهكا ونكتب هذا الاسم عليا، ونكبر اللحيه، نلبس هكا شاش، ماشي حتى شاش هكا، مش عارف شنو يديروا هكا، المهم حاجه هكا يديروا هكا واحد مش عارف هكا عندهم سبيشال ميك اب ولا مش عارف، هكا في وجهه هكا عينيه هكا مش عارف يديرهم كحول ولا لابسه هكا شيك ديك الرهبانيه هكا. حتى كسوتات تجي هكا مختلفه هكا مش عارف يدير هكا حتى المسك هكا ياثر عليك. انت نفسيا غادي تصدق بهذا الانسان من الناس الصالحين، الناس هكا الوجوديه اللي عندها قوه هكا خارقه للعاده. هو غادي كي يقرا عليك ولا مش عارف غادي يدعي عليك هكا، هاد الجن هكا غادي يطيروا. كاع الناس هكا يولوا مسكونين، وكاع مسكونين كاع. هذيك البنت اللي زعما مريضه مش عارف نفسيا، معقده نفسيا، باها كان يضربها ماشي مخلينها تخرج تاكل لا كريم برا، هي تعقد في دارهم. من بعد يقول لك لا هذه فيها جن، الجن يخلي كاع الكره الارضيه ويجي عندها فارغ شغل. وثاني هكا واحد هكا ما تزوجش، ما خسر في حياته، غلط هكا، هو ما قرايه لا شبوب لا خدمه لا سيدي عباس، بعد يقول لك لا راهم مسحرين له. ولا يجي واحد هكا يجيب لك تصويرتك هكا تشيك من الفيسبوك، ويكتب عليها خربطه خربط الف باء تاء هكا، ويقول لك هذا سحور. واش من سحور؟ علاش تامنوا بهذا الصوالح؟ والله انا في 2024 الناس طاير في السماء هكا، اختراعات، نيازك يكلاشوهم، مش عارف واش طالعين للسماء، ناس هكا تخترع ادويه، الايدز اكتشفوا كيفاش يعالجوه، الكونسير. بعدا تجي انت تقول لي انا الجن والجنيه وجن العاشق وجلب مش عارف واش وجلب ماني عارف شكون، وهكا كاع العلاقات الاجتماعيه دمروهم. هو كيجي يقرا بعد يقول له بنت خوك هي اللي دارت لي، خوك هو اللي دار لي، اختك هو اللي دارت، وهي حافره وين، وحافرين في المقبره الفلانيه، مقبره الفلانيه كيحفروا فيها ويدخلوا فيها صوالح. شنو مقبره مصاي مقبره، واش هي مقبره؟ واش هي انسان مات ربي يرحمه يدفنوه يحفروا فلوس، هذه هي، ما فيها حتى واحد ساكن، حتى واحد ما غادي يعيش فيها، بلاصه وصاي، بلاصه مدفون فيها الموتى الى يوم يبعثون وصاي. هذا مكان. ها هما الاهرامات قداش كبار تشوفهم من البعيد، علاه ماشي مسكونين، علاه راهم اللي مدفون فيهم غير الذهب والصوالح وداك الشيء. يقول لك هذا السحر وهذا الصوالح هذا غير امور سخيفه. كما الفراعنه مثلا، هذاك واش عندهم، هذاك الطب القديم كانوا يكتبوه، كاتبينه في البرديات والاختراع، بصح صحاب بكري هكا هما شغل في